اهلا بكم في برنامج العالم، وانتم اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الناقد الرياضي الزملكاوي اسلام عبد الحي. يعني طبعا ده واحد بيعمل تعصب وفتنه وحقد وغل تجاه النادي الاهلي. الاهلي عملوا مرض نفسه، عملوا تنصيب وعملوا نفسه مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه في مصر ومنبع للتعصب وفتنه في مصر. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي. اللي عملوا مرض نفسه وعملوا نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد. يعني طبعا هو بيحب يسير الجدل بكم تعصب فتنه، وبيحب الترند واللقطه. طبعا اسلام عبد الحي طبعا هو بيقول كلام بشع عن النتائج، كلام غير محترم، كلامه بينم عن التعصب فتنه في مصر. طبعا بيقول كان كله كذب وافتراءات عن النادي الاهلي، بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسي وعملوا نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد. يعني طبعا اسلام عبد الحي طبعا هو بيتوش مترام، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في التسوق من فوق مدرس وكده، انه يقرا وبيغل وبيحقد. والشر مبدا كان النادي عمل مشكله، عمل عقده من السنين لانه بيكره وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا يا فيديو بجد والله العظيم حاجه في منتهى الحقد والغل، وحاجه غير محترمه، وحاجه في منتهى التعصب فتنه. تعالوا معايا كده. من لعيبه ما جبتها عشان تكيد المنافس وما عملتلكش اي حاجه، من سوء اداره من يعني والله عايز اقول لك يا اسلام عبد الحي الاهلي هيفضل مجننك ويفضل مربي لك خفيف. طبعا اسلام عبد الحي طلع بيقول ان صفقات الكيد اللي الاهلي عملها وهي ما عملتش حاجه مع الاهلي، وان سوء اداره. اه حقيقه يعني اسلام عبد الحي هو طالع بس بيقول الصفقات الكيديه، وبيقول ايه يعني الصفقات دي اللي مضايقاه. هو بس عايز يقول الكلمه بس مع، يعني هو بيقولها بطريقه تانية، بس هو قصده ان الصفقات دي مضايقه قوي ووجعاك قوي يا اسلام عبد الحي. عارف يعني في ناس تانية الصفقات دي وجعهم قوي، عشان كده بيطلعوا الكلمه دي، يقول لك الصفقات الجديه عشان هي وجعهم قوي ومضايقاكم جدا جدا، وهتفضل وجعاكم على طول. يعني هتفضل وجعاكم ومضايقاكم دايما على طول. فعايز اقول لك يا اسلام عبد الحي الاهلي دايما هيفضل مربي خفيف، ويفضل مجننك ويفضل وجعك ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا اسلام عبد الحي قلت لكم هو بيحب يسير الجدل بكم تعصب فتنه، وبيحب الترند واللقطه. طبعا اسلام عبد الحي طبعا هو كاره النادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. اسلام عبد الحي اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استني في حلقه بكره برنامج العالمي. السلام عليكم.